يلا يا كريستيانو، قول لنا الخطة اللي بنلعب فيها. شكرا لك يا مدرب. المهم ركزوا يا شباب في اللي بقوله الحين. لحظة، ليش دايم رونالدو هو اللي يعطينا الخطة ويتحكم في كل شيء؟ انت وش دورك في الفريق؟ يبدو أنك بديت تشغل عقلك هنا يا تاليسكا، وأنت عارف وش يصير لأي واحد يبدأ يفكر، فانتبه يا ثور. المهم خلونا نترك هالسوالف اللي ما منها فايدة. ركزوا الحين. مثل ما تعرفون تعثرنا في مباراة الرائد، ما ينفع نتعثر مرة ثانية. الأهلي فريق متواضع وإحنا أقوى منهم بكثير، فشدوا حيلكم يا شباب. بس لحظة، وين الثور ماني اللي دايم يجيب العيد لنا؟ أهلا بيك يا رونالدو. لازم نفوز في هالمباراة. أتمنى لك مباراة حلوة يا فيرمينو. شكرا يا رونالدو، ولك بعد. هذه فرصتك يا ساديو ماني، يلا أثبت أنك مو متخاذل. أجيب جورجينا تلعب مكانك، راح تقدم مستوى أفضل منك. أنا اللي راح أسدد يا تاليسكا، حاس إني راح أسجلها. سوي اللي تبي يا رونالدو. هذا هو مستوى اللاعب اللي دايم يناديني بالمتخاذل؟ يلا يا شباب نقدر نرجع في النتيجة. الهلال سجلوا عليهم في الدقيقة الأخيرة، حتى إحنا نقدر نسويها. في أحلامكم يا النصر، أنتم مو الهلال. وش صار؟ لازم نفوز على الهلال هذا الموسم، ما نبي نخسر مثل الموسم الماضي. ساديو ماني، يلا خذ الكرة وسجل. سامحني يا رونالدو. خط الهجوم كله متخاذل، خاصة ساديو ماني. بهالمستوى ما راح نفوز أبدا على الهلال. استنى لحظة، في مثل يقول إذا ما قدرت تفوز عليهم انضم لهم. إذا بروح للهلال وأطلب منهم أني أنتقل لهم. يا شباب أنا تعبت، بروح أنام شوي. غريبة، رونالدو تعب بهالسرعة، مو من عاداته. هاي نيمار وراءك. منو اللي يناديني؟ أنا يا أحمق كريستيانو، شوف وراك يا ثور. كريستيانو، وش تسوي هنا؟ وليش لابس تيشيرت فريقنا؟ شوف يا نيمار، أبغى أقول لك شيء. وش تبي؟ شوف يا نيمار، أبغى منك تخبر خيسوس إني أبغى أنتقل للهلال، أبغى ألعب معاكم. تبي تلعب معانا؟ إيه يا نيمار، طفشت من تخاذل ساديو ماني واللاعبين الآخرين. أبغى ألعب معاكم هالموسم ونحقق كل البطولات. شوف يا رونالدو، بصراحة إحنا ما نحتاج مهاجمين، عندنا مترو. بس بما أنك صديقي، يلا معي عشان نخبر جدي خيسوس. شكرا لك كثير يا نيمار. مين عند الباب؟ أنا نيمار يا جدي خيسوس. حسنا ادخل، لكن قبل ما تدخل انت يا المتفرج ليش ما ضغطت على زر اللايك بعد؟ يلا اضغط على لايك واشترك في القناة عشان نشوف نيمار ايش يبي مني. مرحبا يا جدي خيسوس، شوف مين جبت معي. السلام عليكم يا خيسوس. كريستيانو، وش تسوي بقميص الهلال؟ شوف يا جدي خيسوس، رونالدو قال لي إنه يبغى ينتقل لنا. نعم يا كوتش، أبغى ألعب معكم هذا الموسم. مثل ما تعرف أنا هداف الدوري الموسم الماضي، وانتقالي لكم بيكون إضافة كبيرة للفريق، وراح ناخذ دوري أبطال آسيا بسهولة. شوف يا رونالدو، عندي مهاجمين كثيرين، وميترو قدم الموسم الماضي مستوى خارق، ولولا إصابته كنا أخذنا كل البطولات. لكن بعطيك فرصة، يلا نروح للملعب نشوف قدراتك قدام متروفيتش. أخبروني يا شباب في التعليقات إذا كنتم مكاني، هل توافقون على قدوم كريستيانو للهلال أو لا؟ وليش؟ يا شباب أخيرا جاء الوقت حق الانتقام. اليوم عندنا أول مباراة مصيرية في الموسم، لازم نلقن الهلال درس ما ينسونه أبدا. ولا يهمك يا رونالدو، اليوم راح نفوز.
أنا معتمد عليكم بشكل كبير يا تاليسكا وماني، لا تجيبون العيد مثل كل مرة. اليوم إن شاء الله بنرفع أول بطولة رسمية معاك يا كريستيانو. ايه، راح نلقن الهلال درس ما راح ينسونه طول حياتهم. إن شاء الله يا عيال. وبالمناسبة هالمرة عندنا أفضل حارس، الحارس بنتو، رجال هالحارس، مو مثل بعض الناس اللي كانوا دايما يجيبون العيد. يا شباب، هل خلصتوا سواليفكم؟ مين قال لك تتكلم؟ سامحني يا رونالدو، ما راح أعيدها مرة ثانية. يا عيال الحين عندنا مباراة مع النصر، فلازم نفوز زي دايما. تكفى يا مدرب، قل لهم يخلوني ألعب، ودي أفوز على النصر أنا بعد. يا البليهي، أنت السبب أصلا في أننا فزنا بصعوبة في آخر مباراة مع النصر. المهم ما أقدر أسوي شيء لأنك موقوف لمباراتين. يا قدي خيسوس، أوعدني إنك بتفوز باللقب، ودي أشيل الكأس مرة ثانية. راح نفوز باللقب إن شاء الله يا نيمار. والله إني اخترت الفريق الصح، فزت معكم بالكثير من الألقاب في أول موسم عكس البكاية رونالدو. وأنت يا بونو، إذا ودك تطلع من مكانك وتلعب محور ما عندنا مشكلة، تعودنا على هالشيء في مبارياتك ضد النصر. إذا حسيت بالملل ممكن أسويها. سوي اللي تبيه يا عزيزي بونو. المهم يا شباب، المباراة بتبدأ الحين، يلا ادخلوا الملعب. راح أفوز بك اليوم. أهلا يا عيال، ما يحتاج أذكركم تضغطون على اللايك وتشتركون وتتركون تعليق حلو. والله نتعب كثير عشان ننتج مثل هالفيديوهات، صار لي 3 أيام شغل عشان أكمل الفيديو، فادعموا جدكم خيسوس بلايك واشتراك. هيا نوصل هذا الفيديو ل5000 لايك. مستواي تراجع كثير، لازم أقدم شيء مميز في هالمباراة عشان يرجع خيسوس يثق فيني. يلا يا سافيتش، خذ الكورة. وش الفريق اللي بنتقل له؟ روما؟ أو ليش لا ريال مدريد وأخذ مكانه كارفاخال وأصير نجم الريال، بعدين أجيب الكرة الذهبية. سعود، لا تحلم كثير، يلا العب الكورة بسرعة. آسف يا سافيتش. ما سويت لك شيء يا رونالدو، ليش تمثل؟ يا حكم بلنتي، الرجال ضربني. خليك رجال يا رونالدو، وش بك؟ طفشتنا يا رونالدو بهالحركات، كل مباراة تبكي وتحتج زي العيال على بلنتيات وهمية. المهم أنا طفشان، بروح ألعب محور شوي. وش قاعد يسوي هالمجنون؟ الحق يا ماني وخذ منه الكورة، هذه فرصتنا. ما راح تقدرون تاخذون الكرة من بونو أبدا، والله أفكر ألعبها مكان نيفيز. مرر الكورة لي يا تاليسكا. ليش أمررها له؟ حتى أنا أقدر أسجل الأهداف وأصير نجم الفريق. ليش ما أعطيتني الكورة؟ كنت في مكان ممتاز عشان أسجل. سامحني يا رونالدو، ما شفتك. مو مشكلة يا تاليسكا، المهم لازم نركز عشان نسجل. رونالدو، وش أسوي الحين؟ أدخل غريب، لاعب مهاري وسريع وراح يصنع الفارق في هالمباراة. الله يسعدك يا أفضل لاعب في العالم، راح أسوي اللي تبغاه. يلا بسرعة، ما عندنا وقت كثير. هيا يا غريب، لازم تثبت إنك تستحق تلعب، كريستيانو يثق فيك وأنا بعد. ما انك تثق فيني يا كريستيانو، لازم اقدم اقصى مستواي. لازم هالمرة أعطي الكورة لكريستيانو عشان لا يعصب. ما راح تسجل أي هدف يا كريستيانو. لازم أسجل على الهلال، لازم أفرح جمهور النصر، لازم أسوي شيء. لازم أساعد كريستيانو على الفوز في هالمباراة والتسجيل. هلا سعود. ما راح أخليك تعدي يا غريب. من اللي قالك إني أبغى أعدي؟ أنا بس أبغى أسولف معاك. جد؟ وين تبغى تسولف؟ ودي أسولف معاك عن انتقالك. يلا قولي من الفريق اللي يبغى يشتريك؟ في كثير من الفرق الأوروبية اللي تبغاني، لكن بصراحة أنا حاطة عيني على روما، وبعدها إن شاء الله أنتقل لفريق أكبر زي البرسا أو الريال، ودي ألعب مع روما مثل ما سوى محمد صلاح. إيش رأيك أنت؟ وين غريب؟
اصحصحوا يا عيال، وش فيكم؟ ما كنت أتوقع هذا المستوى من أقوى فريق في آسيا. تقول إن ولاد أختي هم اللي لاعبين، مو لاعبي الهلال. ما يصير نخسر هاي البطولة. شدوا حيلكم يا عيال، أبيكم تدخلون في الشوط الثاني وتورون فريق النصر أن الشرع حللنا 4. شلون يا مدرب؟ ما فهمت. يعني يا عزيزي بونو إنه لازم نسجل عليهم 4 أهداف على الأقل. نبيهم يعرفون مين الزعيم الحقيقي. وأنت يا سعود شد حيلك، أشوفك مو مركز في هالمباراة. الهدف جاء من جهتك. حاضر يا مدرب، أعدك بأني راح أركز 100%. أنا بنخيب ظن جدنا خيسوس فينا. ما في مشكلة يا شباب، هم جابوا التعادل بس نقدر نسجل هدف ثاني. شدوا حيلكم بس. ما راح تسجل علينا اليوم أبدا يا متروفيتش. ما هو معقول، هل بنخسر مرة ثانية؟ مرر لي الكورة يا حبيبنا بنتو. بصراحة الهلال أقوى منا بمراحل، مستحيل نفوز عليهم، هذه هي الحقيقة. شوف يا مترو، منافسينا صاروا معجبين فينا، شكلنا لازم ندور على منافسين جدد. ماذا تفعلون هنا يا شباب؟ ما هذه الفوضى؟ لا شيء أيها المدرب. ما هذا اللون في شعرك يا ميشائيل؟ لون شعري؟ نعم نعم، لقد صبغته باللون الأزرق. هل هو رائع يا مدرب؟ ذوقك سيء جدا يا ميشائيل. المهم أعطيني الهاتف يا مترو، أريد أن أتحدث مع مدرب فريق النصر. ليش أيها المدرب؟ بما أننا في الاستعدادات للموسم الجديد، قلت ليش ما نلعب مباراة ودية مع فريق النصر عشان نختبر جاهزيتنا. مباراة مع فريق النصر؟ إيه، أتمنى أنهم يوافقون. تبغى نلعب مباراة ودية مع فريق الهلال؟ لا سامحني، ما نقبل بهذا التحدي. مين المتصل يا كاسترو؟ خيسوس يبغى نلعب مباراة ودية تحضيرية مع فريق الهلال، بس أنا رفضت. ليش رفضت يا ثور؟ أنا أبغى أنتقم منهم. يلا اتصل فيهم مرة ثانية وقل لهم نعم نبغى نلعب معكم. من جدك يا رونالدو، أظن إنهم لا زالوا أقوى منا. انتظر حتى نتعاقد مع دي بروين ولاعبين آخرين أقوياء، بعدين نلعب معهم. شو تقصد يا كاسترو؟ أنا ضعيف قدام فريق الهلال؟ أنا مو كافي عشان نفوز على الهلال؟ نسيت نفسك من أنت ومن أنا؟ يلا بسرعة اتصل بخيسوس وقل له نعم وافقنا على المباراة. حاضر يا رونالدو. بما أن فريق النصر وافق على المباراة، إذن يا شباب هذه التشكيلة اللي بنلعب بها. ليش يا كوتش أنا مو موجود في التشكيلة الأساسية؟ بتدخل يا سالم في الشوط الثاني. أنا أبغى أجرب هذه التشكيلة بوجود نيمار. إيه يا سالم، أنا أبغى أفوز على النصر بعد. أنت فزت عليهم كثير الموسم الماضي. إيه فهمتك، أصلا ما عندي أي مشكلة. الحين كل شيء تمام. الآن بقول لكم الخطة، لكن قبل ما نكمل يا عيال لا تنسوا تحطوا لايك واشتراك في القناة. خلونا نوصل في هذا الفيديو ل1000 لايك، وهدفنا نوصل نهاية الشهر ل15,000 مشترك. شدوا حيلكم يا عيال واسمعوا كلام جدكم خيسوس. إيه اسمعوا كلام جدنا خيسوس. المهم يلا نكمل. اسمع يا البليهي، دورك أن تخرج كريستيانو من أجواء المباراة. أنت خبير في هذا الشيء، أعتقد ما تحتاج لأي نصائح. إيه يا مدرب، الأمر بيكون سهل جدا. كده عهدتك يا البليهي. وأنت يا نيمار، في هالمباراة لازم تثبت لي أنك جاهز للموسم الجديد. لا تخاف يا كوتش، راح أرقص جميع مدافعي النصر بعد المباراة بقيمكم. المهم شدوا حيلكم يا شباب، المباراة بتكون بعد قليل. حسنا يا شباب، هذه هي خطة المباراة. من جدك أنت، أنا اللي بعطيكم الخطة اليوم.
لأن هزيمة الهلال هي مسؤوليتي. إيه يا كوتش، أنا أتفق مع رونالدو في هذا الشيء. بخطتك خسرنا الموسم الماضي أكثر من 3 مرات. شكرا لك يا تلسكا. المهم اليوم راح نلعب بطريقة جديدة تماما. وش هي الطريقة؟ الطريقة كالتالي: كل اللاعبين يصنعون لي الهجمات وأنا بتكفل بالباقي. أصلا هذه كانت طريقة لعبنا الموسم الماضي. المهم أنت يا نواف بتكون الحارس. لازم تقدم مستوى جيد عشان الحارس الجديد بنتو ما ياخذ مكانك. وأنت يا تلسكا الموسم الماضي كنت مصاب، لذلك خسرنا قدام الهلال كثير. دائما ماني كان يتخاذل قدام المرمى. المهم أنا وأنت بنشكل الفارق اليوم إن شاء الله. أعدك يا رونالدو إننا بنهزم الهلال اليوم إن شاء الله يا شباب. المهم يلا للمباراة. استعد يا نيمار عشان تخسر اليوم بفضيحة كبيرة. في أحلامك يا متخاذل، اليوم بتخسر كالعادة وبتبكي بعد يا بكاية. وش قلت؟ أنا متخاذل؟ أنا بكاية؟ المهم في المباراة بتعرف الحقيقة يا دلوعة. أهلا وسهلا أعزائي الكرام في هذه المباراة الحماسية. الهلال ضد النصر، أقطاب الكرة السعودية. فريق الهلال بمدربه الأسطوري خيسوس، وفريق النصر بمدربه لويس كاسترو. من سيفوز يا ترى؟ يمكن الكل يظن إنها مجرد مباراة ودية، لكن الحقيقة أن الجميع يبغى يفوز بأي ثمن. حكم المباراة يستعد لإطلاق صافرة البداية. نتمنى نشوف مباراة ممتعة بين الفريقين الكبيرين. والله نواف يقدم مستوى خرافي جدا. تاليسكا يلا نسجل الهدف. ليش صار مستواي كذا؟ ليش صرت ضعيف لهالدرجة؟ هل انتهى زماني؟ أخسر دايما؟ ليش دايما أنا؟ ليش ميسي عايش سعيد وأنا دايما أعاني؟ ليش ما أقدر أفوز على الهلال؟ وين المشكلة؟ هل النصر ضعيف معي؟ أو أن الهلال فريق لا يقهر؟ المهم توقف يا رونالدو عن السلبية. لازم هذا الموسم نفوز بالدوري والكأس ودوري أبطال آسيا. النصر فريق رائع وفيه رجال ما لازم أخذلهم. وأنتم يا عيال إذا وصلتم لنهاية الفيديو شكرا لكم. أخبروني من تعتقدون أنه سيفوز هذا الموسم بالدوري؟ أنا متأكد أني بفوز لكن أبغى رأيكم. المهم لا تنسوا الاشتراك واللايك يا شباب.
الحين بروح أنام، تعبت كثير بالمباراة. وداعاً.